تخيل تصحى في يوم تسمع الخبر ده: مصر اعلنت الحرب على امريكا. ده احنا مش عارفين نحارب الاسعار، نحارب امريكا كمان. بس الغريب بقى ان الخبر ده حقيقي. والله حقيقي. مصر اعلنت الحرب على امريكا سنة 1945، بس مش لوحدها، اعلنت الحرب على المانيا وايطاليا كمان. القصة بدأت الحرب العالمية الثانية، كانت الدنيا مولعة، كل الدول بتدب في بعض، ومصر وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني، والبريطانيين كانوا بيحاربوا دول اسمها دول المحور. دول كانوا المانيا وايطاليا واليابان. فقالوا لمصر: اسمعي يا مصر، احنا هنحارب وانت معانا. الله، وانا مالي يا لمبي؟ فاعملي معروف واعلني الحرب وكده تبقي جدعه. مصر قالت: ماشي يا ست بريطانيا، هنحاربهم بس من بعيد لبعيد. مدام ده ميت وده ميت. علي خاف من ايه؟ خاف من ايه؟ احنا يا دوبك ما معناش غير مسدسات ميه. في 24 فبراير سنة 1945 الحكومة المصرية فعلا أعلنت الحرب. وعلى مين؟ ألمانيا وإيطاليا واليابان وكمان أمريكا. بس محدش طلع وضرب رصاصة، لأن الحرب كانت في اللاسلكي بس ليه عملوا كده؟ لأن مصر ساعتها سمعت إن اللي بيكسب الحرب دي هيتحسب من المنتصرين. يعني من الآخر إعلان الحرب ده كان تذكرة لدخول نادي الكبار. يعني يا فهمان، مصر دخلت الحرب دي من غير ما تضرب طلقة واحدة، وكسبت منها احترام دولي ومكان في الأمم المتحدة. ابن اللعيبة يا فاجر. وطلعت من المنتصرين فعلا. اهو ده اسمه الحرب بذكاء. قول لي بقى، كنت تعرف ان مصر اعلنت الحرب قبل كده على امريكا؟ لو اول مره تسمع الكلام ده دوس لايك واشتراك. سلام يا فهمان.